مكان في الوجدان مع أحمد مسلم. المكان هو البحر. في وجدان خارج البيت. طبعا الشاعر الدكتور خالد البوهي، حضرتك قلت البحر ولم تحدد هل هو بحر اسكندريه، البحر الاحمر، بحر من البحور، ام هو بحر من بحور الشعر؟ البحر عموما شيء من الاشياء المحببه الى قلبي واعتقد الى قلب كل شاعر. فالبحر بيسكن في وجدان الشاعر بصفه عامه، وربما يكون البحر يمثل بالنسبة للشعر أو بالنسبة للنفس البشرية. هي الشاعر نفس بشرية، كائن متحرك فيه الغضب وفيه الانبساط، فيه البهجة وفيه الحزن وفيه الكآبة. البحر في وقت معين أحيانا يبدو كئيبا، وفي وقت آخر أحيانا يبدو يعني جميلا، وقد يمثل في حالة معينة جميع هذه الأشياء في وقت واحد. بالنسبة لهذا يرى فيه الكآبة. هي مراية، البحر مراية. الإنسان يعني السعيد يرى في البحر مرآة للسعادة، والحزين بالطبع كذلك. وهذا بالنسبة للإنسان الفنان أو الشاعر أو المهتم بما وراء الأشياء بيرى في البحر هذا يعني. دكتور خالد، بما ان حضرتك اسكندراني وانا اعرف كده كويس، طبعا اكيد لبحر اسكندريه يعني الكثير من الذكريات والكثير من الاماكن التي تغطي او تعطي حبا في قلبك. هو بالطبع طبعا في اماكن معينه احيانا بيتاثر بها الانسان اكثر، او بتسكن في وجدانه وتسكن في اللا شعور. في اسكندريه مثلا منطقه بحري تحديدا، اعتقد انها بالنسبه لكل انسان عاش في اسكندريه بتمثل له الكثير بما في هذا الحي من يعني جمال وبهجه وتلاقي الحضارات. اسكندريه القديمه كانت موجوده في بحري، اسكندريه الاسلاميه ايضا موجوده في بحري دي هي الجزيره اللي كانت فاروس، اللي كانت يعني الاسكندر الاكبر ردمها ووصلها براقوده اللي هي منطقه كرموز حاليا، وهي دي اسكندريه الحقيقيه. البحر فيها بحر جميل جدا، ومناظر الصيادين ومنظر البحر نفسه في حد ذاته البحري يعني بيتمتع بأشياء كثيرة ربما ليست موجودة في يعني أي مكان آخر، ليس فقط في الإسكندرية وإنما على مستوى يعني جميع البحار والشواطئ. إنما كذلك يعني أنا بالنسبة يعني لي يعني بعض الأماكن الأخرى قد تحمل لي يعني ذكريات أخرى جميلة على الصعيد الشعري. يعني فربما لي قصيدة من أجمل قصائدي التي فزت فيها بجائزة، أنا كتبتها على شاطئ في كيلو بصرة قبل طبعا يعني هذه التجديدات يعني. يعني كل ما اتذكرها ونظرت اسكندريه ايضا اسكندريه فهي فالبحر بيمثل. دعنا نمزج البحرين معا، بحر اسكندريه مع بحر من بحور الشعر، ونستمع الى هذه القصيده. يعني اقول تمكنت مني ومن نبض قلبي ومن همس روحي ومن بوح صمتي ومن كل ما يبتدي من شهيقي ومن كل ما ينتهي من زفيري ومن كل ما يرتجى في حياتي ومن أغنياتي ومن إنسياتي. تمكنت مني
تمكنت من ذكريات القديمة، تمكنت من أمنيات الجديدة، فلا تسألي عن زمان مضى، ولا تسألي عن زمان يجي، فلا تسألي، إن في القلب لحنا وحيدا يغني. تمكنت مني، تمكنت من كل جسمي بعنف، خاصرت كل الخلايا، تغلغلت فيها فصارت سرابا، وصارت خلاياك، صرت خلاياك حتى امتزجنا، وصرنا جناحي، كنا حللنا، وصرت مرايا بروح وحيدة. تمكنت مني. لكن ما يميز بحري عن الاماكن الاخرى في الاسكندريه؟ بحري، لان بحري من يعني مكان من طراز خاص، يعني في اسكندريه بجمالها وبرونقها. محمود سعيد يعني يوم ما حب يعني يرسم لوحه جميله رسم بنات بحري. بحري هي المنطقه التي انجبت بيرام السنسي، وهي المنطقة اللي أنجبت يعني كبار أدباء ومفكرين، ومنهم حاليا أستاذ محمد جبريل، يعني يعني كثير من الناس نتجوا من هذا المكان الجميل اللي كان لازم يخرج ناس يعني على مستوى عالي من الجودة والفن. وطبعا وفي المقابل انا شغلي في بحري، اتجوزت من بحري، فيعني بقى بحري.